سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. سيد الوزير، نلتقي في هذا اليوم بعد سنة مرت وانقضت من عمر هذه الولاية التشريعية، سنة عرفت هزات دبلوماسية وقرارات دولية عديدة ومتنوعة وعنيفة أحيانا تجعلنا كمؤسسة تشريعية نقاسمكم السيد الوزير البحث عن جواب أو محاولة الاقتراب منه حول سؤال مركزي حول سياستنا الخارجية. أي موقع تتبوأه الأمة المغربية اليوم في محيطها الدولي؟ هذا السؤال تتفرع عنه ومنه ومن أجله وبه ولا. سيد الوزير، أسئلة كبرى طبعا. ماذا تريد منا دول الجوار؟ ماذا نمتلك كأمة مغربية تجعلنا محط اهتمام القوى العظمى العالمية؟ هل نمتلك القوة العسكرية؟ أم نمتلك القوة الاقتصادية؟ أم نمتلك القوة الثقافية؟ أم نمتلك القوة العقدية الفقهية؟ أم نمتلك القوة المجتمعية التضامنية؟ كل قوة أحتاج فيها لو كان الوقت يسمح إلى تفصيل وتأصيل لها، ولكن اعذرنا ديك الجلابة ديالك اللي حضرتي بها نكتبوها الجو. الله يعطيك الصحة. أطحنتي الوقت. ويمكننا السيد الوزير والحضور الكريم أن نعيد صياغة هذا السؤال ونجعله فلسفيا من أجل الأمة المغربية وبها. هذا هو روح هذه المداخلة، من أجل الأمة المغربية وبها، أي من أجل أن تتبوأ هذه الأمة مكانتها في مصاف الدول. ماذا يجب علينا القيام به؟ ثم ماذا تمتلك الأمة المغربية من ثروة ومال وسلطة وقوة تقدمه للآخر؟ سيد الوزير المحترم، الأمة المغربية اليوم بخير، وهي تمتلك الكثير والكثير لكي تقدمه للآخر. نمتلك العقيدة الإسلامية السمحة التي لا تكفر أحدا بذنب ولا تشهد لأحد بجنة إلا من شهد لهم رسول الله. العقيدة الأشعرية، الفقه المالكي، التصوف السني، وإمارة المؤمنين المظلة التي تحمي هذا الوطن وتحفظ وحدته. نمتلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، نمتلك القيادة الحكيمة الرشيدة، نمتلك موارد بشرية قل نظيرها في العالم. ولهذا نحن نفتخر حينما يطرح السؤال على هذا الكوكب أذكى شعب في العالم، يكون الجواب وحيدا لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله: المغرب هو أذكى شعب في العالم. لهذا نحن اليوم السيد الوزير مطمع لجميع القوى الخارجية، لكن جلالة الملك أطال الله في عمره وشد أزره بولي عهده المولى الحسن وصنوه الرشيد المولى الرشيد وضع المعادلة: من أرادنا فلينظر إلينا بمنظار الصحراء المغربية. انتهى الكلام. السيد الوزير، الأطماع الخارجية وخاصة من الجار الذي لا يزال جبريل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويوصي به، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. وها هو جلالة الملك صفة النبي لا زال يمد يده للجار. هذه أخلاقه العالية التي يتميز بها ويتفرد بها في هذا العالم الذي تحكمه قيم أخرى لا تمت لقيمنا بصلة، وهذه هي قوة الشخصية المغربية. وأقصد هنا بالقوى الأخرى السيد الوزير الدولة التي استباحت خيرات إفريقيا، الدولة التي استباحت خيرات إفريقيا لعقود، وها هي إفريقيا تستيقظ بفضل الفلسفة الملكية السامية التي جعلت من إفريقيا ثروة عالمية فتحت شهية جميع المستثمرين الدوليين الذين آمنوا بمعادلة رابح رابح. معادلة رابح رابح هي مسيرة خضراء جديدة لتنمية إفريقيا يقودها ويبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. سيد الوزير، التهديدات الخارجية لوحدتنا وأمننا ليست للمغرب فقط، بل هي تهديدات للأمن بدول الساحل الإفريقي وبإفريقيا برمتها. التهديدات ومن ثم هي تهديد لأوروبا نفسها وتهديد لأمن العالم كله واستقراره. فمحور الشر إيران، حزب الله، البوليزاريو وما جاورها من إرهاب للعالم برمته.
والتعاون المغربي الأمريكي الإنجليزي الإسرائيلي نعتز به ونثمنه، ونطلب منكم السيد الوزير الذهاب فيه، ونحن معكم العمل ثم الأعمال ثم العمل، وسنبقى جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة قائد المسيرة وقائد التنمية، ويبقى نشيدنا على الدوام ما قاله مولانا الإمام. وأختم لو سمحتي بدعاء بسيط جميل مقبول محمود. يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه، واملأ بما يرضيك عنه قلبه. والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. وشكرا لك السيدة الرئيسة والسيد الوزير والطاقم كامل، لأننا فعلا مشينا زرنا أراضي أخرى ولقيناكم واقفين جنود مجندين تحمون هذا الوطن.